في العالم. كيف؟ مطالبة. ايه. أي قانون في العالم يخرج شخص مطالبة وتسنه الدولة. بس مش دايما المطالبة بيكون الوقت الجيد انه هذا الشخص يطالب، لانه قد يكون في تداعيات عليه، تداعيات على عائلته، على مجتمعه الضيق، يعني اللي انت عم تعمله. جاني تداعيات على عائلتي، جاني على مجتمعيا. شو كانوا يقولوا لك؟ يعني كلام كثير، يعني بما انه بدأت، يعني كنا اول لايف ميوزك سويناه في جدة، انا مسويه اول جلسة فلسفية في السعودية في مقهى الوجودية. لو تحطه في جوجل تشوف الشتائم كل الأشياء اللي كنا نعملها الآن تطبق، الحكومة تسويها. يعني وزارة الثقافة عملت مؤتمر فلسفة، إحنا عملناه قبل 4 سنوات. أول لايف ميوزك عملناه في إعمار عام 2015. الآن يعني كان حلمك وتحقق الآن. الآن صار شرعي نظامي. يعني الحلم، يعني حلم شاب مراهق حققت له اياه الرؤية. أي الرؤية كأنها مفصلة على ما نعمل. الرؤية هذه شيء عجيب. يعني احنا كنا، يعني لو تقول لي 2016 ان الرؤية هذه هي الرؤية، ترى خرجت عام 2017. احنا بدأنا قبل الرؤية، فاحنا نعمل اشياء. الرؤية جت قالت شكرا لكم انتم تعملون كذا. طبعا احنا نتكلم عن جوانب سينما، فلسفة، موسيقى. اول معهد موسيقى اسسته عام 2017 18 مع بداية الرؤية. ايوه، بس ما كان في وزارة الثقافة بعد. ايه بس كان بلش نحكي برؤية. ايوه، فكنت فتحت معهد موسيقى بدون رخصة 3 سنوات. كمان من دون رخصة. ما في التشريع. المعهد الموسيقي عام 2021 نزل، تأسست وزارة الثقافة، التشريعات نزلت قبل سنة، الرخص. انت كنت عم تحلم ما قبل الرؤية، وجت الرؤية وقالت يلا انتم هذا. فكنا من اشخاص منبوذين او مجانين الى يا ناس، احنا الرؤية هي اللي قاعدة، هي اللي تطلب كذا. الرؤية الان هي اللي تدعم السينما، تدعم الموسيقى، تدعم الفلسفة، تدعم الجانب الثقافي. يعني الرؤية ثبتت لك حلمك. نعم، والرؤية ثبتت لي حلمي وجعلتنا انه نبدع اكثر. ويعني ما كانت تقول يلا احنا يلا اعطيناك كل شيء، يلا اعمل ما